داكشي علاش قريتكم انا اكسترنال ليكويديتي والانترنال ليكويديتي باش تفهم. كون بديتك بالاوردر بلوك محال واش غتكون فاهم هادشي. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان، هذا الجزء الثالث في الفورماسيون ديالنا متعلقه باي سي تي. هذا الجزء هذا متعلق بالبي دي اريز اللي فيه عدة مفاهيم وضرورية وأساسية. فهذه مقدمة باش نفهمو حركة السوق المؤسساتية. فكتقديم عام في هذا الجزء هذا غادي ندخلو لمستوى أعلى ومراحل متقدمة اللي هي متعلقة ب PDRs. هاد PDRs هي مناطق رئيسية كتستخدمها المؤسسات لتحريك السعر من نقطة A إلى B، أو من نقطة إلى نقطة أخرى. هاد المصفوفات اللي هما PDRs كتحتوي على أدوات محددة وعدة مفاهيم، وهاد المفاهيم كتيرة. فمنها Fair Value Gap، Order Block، Breaker Block، Rejection Block، Liquidity Pool اللي شفنا، Imbalance، ICT Kill Zone، Premium and Discount، وبزاف د مفاهيم أخرى. فكمعلومة، Fair Value Gap ماشي غير Fair Value Gap صافي سالينا. فالفير فاليو جاب او الاوردر بلوك راه فيهم عدة مفاهيم. ملي فيديو جاي غنديرو اوردر بلوك، فراه غادي نقراو الاوردر بلوك ومشتقات ديالو، انواع ديال الاوردر بلوك، وكل اوردر بلوك فين كيفيدنا وشنو كيتسمى وشنو الخدمة ديالو. مزيان. فالهدف ديالنا شنو هو اننا نتعرفو على نمط متكرر قبل ما يتحرك هداك ديك تدخل ديك السيولة وديك فولاتيليتي كبيرة، أو قبل ما يهرب علينا المارشي وندخلو مع المؤسسات ماشي ضدها. وهاد المفهوم ديال بي دي اريز جامع بزاف المفاهيم وكلشي متكامل مع بعضياتو، فهو غادي يورينا ويزاينا الطريق باش نوليو يبان لينا سمارت ماني فين كاين وندخلو معاه. فالمفاهيم الأساسية بي دي اريز شنو هي؟ هي مجموعة من المناطق المؤسساتية اللي كتشكل لنا مسار السير في الاتجاه ديالو. الاتجاه ديال بي دي اريز شنو مثلا؟ نعطيو مثال في اتجاه صاعد، مثال في اتجاه صاعد. ف وشنو هي كيكون عندنا في الفيديو الجاي غنوريكم واحد الرسم تخطيطي غندير لكم في الشارت وغتفهموا مزيان هاد السلايد هذا مزيان. كيكون عندنا كنبداو به باش كنطراسيوه في الشارت، حيت هادشي خاصك تفهمو دابا باش ملي نكون داوي في الشارت خاصك تكون عارفني علاش داوي باش تجيك ساهلة. فكنبداو بالاوردر بلوك، هي اول حاجة كتكون كتبعو الفير فاليو كاب، كتبعو البريكر، كتبعو الاكسترنال ليكويديتي او شنو كاين هنا بين قوسين تي بي. داكشي علاش قريتكم انا اكسترنال ليكويديتي والانترنال ليكويديتي باش تفهم. كون بديتك بالاوردر بلوك محال واش غتكون فاهم هادشي، ما تعرفش البرايس فين غادي. فهنا كنعرفو هاد المثال اللي عطينا وعاود قراه مزيان كيتسمى بوليش بي دي ار اي، والعكس في اتجاه هابط هو بيرش بي دي ار اي. فالبيرش هو كيتكون بالاوردر بلوك في الفاليو كاب البريك، هادشي كيكون خصو يكون متابع مع بعضياتو. انواع ديال بي دي ار اي كيف ما شفنا قبل، البوليش والبيريش، صاعد وهابط. فكيف ما قلت لكم دابا، ملي كيكون بوليش يعني صاعد شنو كيكون؟ بوليش اوردر بلوك تابعها فير فاليو كاب وراها البريكر، ونعرفو شنو هي البريكر. هادي هاد او كيو اش شنو الاختصار ديال اللي ما عارفاش؟ دارجة قمم متساوية، وهذه قيعان متساوية. هذه الهاي وهذه لو، ايكوال هاي ايكوال لو. مزيان. كل نوع كيخدم كمحطة في مسار سير.
هادشي علاش كيوفر لنا نقاط محددة للتداول، يعني كنعرفو فين نديرو تي بي، كنعرفو فين نديرو الاس ال ديالنا، وكنعرفو فين مندخلوش كاع. ولا بد هذا شفناه. فالمراحل ديال الاستخدام ديال هاد البي دي اريز، هاد المراحل ضروري توقع تحركات السعر وتحركات السوق بناء على هاد البي دي اريز. فالمرحلة الأولى شنو هي؟ وهي الاختراق، بريك اوت، كيكسر السعر منطقة مقاومة أو دعم مخلفا فجوة اللي هي فير فاليو جاب. في المرحلة الثانية شنو كيطرا؟ ريتريسمنت، الرجوع. من مور ما كيتخترق مثلا هاد المقاومة فهو كيدير ريتريسمنت، كيعود السعر شنو علاش كيرجع؟ باش يملأ الفجوة اللي خلا هاد الفير فاليو جاب، أو يقيس ويتاكتيفا في الاوردر بلوك. حيت السلايد اللي قبل منه قلنا الاوردر بلوك فير فاليو جاب، بريكر، بريموم ديسكونت. فمن مور ما وغنعرفو علاش ملأ هاد الفير فاليو جاب ورجع، وعلاش ما ملأهاش وما رجعش ورجع من الاوردر بلوك، هادشي جاي من بعد. في المرحلة الثالثة وهي ديليفري، هي التوصيل. من مور ما كيدوز المرحلة الأولى كيخترق والثانية كيرجع، فالتوصيل هي شنو؟ التوصيل هاد ديليفري. البرايس ديليفري كاين شق مفهوم بوحدو، برايس ديليفري ما نوصلوش ليه دابا، حيت خاص تكون فاهم هادشي باش تفهم برايس ديليفري. برايس ديليفري هي ملي كيقيس البرايس، كيقيس البي دي اريز وكيتحرك بقوة في اتجاه الأصلي، يعني فين خاصو يمشي. شنو خصنا هنا في هاد السلايد هذا؟ عندنا العنوان اش كيقول لينا؟ ربط بي دي اريز مع السياق الزمني. هادشي علاش قلت لكم في اول فيديو من مور ما قلت لكم هاد الفورماسيون هادي، قلت لكم التايم، ومازال التايم نتعمق فيه. هو لو بد مهم من الضروري ندمجو تحليلات الفريمات الزمنية مختلفة، بما أن أطر زمنية من 4 سوايع، واحد ساعة، نص ساعة وانت هابط، أو ويكلي، سيمانة، نهار وحنا هابطين، ضروري ما تربط بيناتهم في التحليل ديالك. فالفريم العالي هو الهاي تايم فريم، هو عندنا كيكون 4 سوايع والساعة. شنو كنديرو في هاد 4 سوايع والساعة؟ كنحدو فيه المسار العام والبي دي اريز الكبار. هادشي غنشوفوه في الشارت. هادشي علاش كيوفر لينا النظرة لاستراتيجية الاتجاه طويل الأجل، كنعرفو أن الاتجاه فين غادي. والفريم المتوسط كيتراوح لنا ما بين، كاين اللي كيستعمل نص ساعة، ولكن 15 دقيقة و5 دقائق. هنا كنقلبو على باش إيجاد، كنقلبو على نقاط دخول دقيقة بناء على تفاعل السعر مع مناطق البي دي اريز اللي رسمنا في 4 سوايع والساعة. ملي كنرسموهم في 4 سوايع والساعة كنتسناو البرايس يرجع ليهم، فاش كرجع ليهم كنهبطو حنا ل15 دقيقة و5 دقائق، وكنقلبو على الانتري ديالنا، والانتري ديالنا مازال مقريتوش نتوما، فحنا دابا كنقراو. قلت في الفيديو اللي قبل، هاد الشين هادي تدخل تعلم، باغي تريدي في شي كونط دخل ديمو تريدي، اللي بغيتي ديرو ديرو، ولكن هاتيك تقراه راه غادي كيف كنقولو حجرة حجرة، طوبة طوبة، باش ان داك السور يعلى وعندو سيس، يعني يجي اللي جا ما غيطيحوش. فالسيس ولا بد من مور ما كيقيس بي دي اريز اللي كحددنا سابقا في هاد 4 سوايع والساعة. هنا شنو كيسمح لينا؟ بتحسين تكتيكي للصفقات، يعني كنحسنو الصفقات ديالنا، وكيكون عندنا الانتري موديل ديالنا اللي غنشوفو من بعد ملي غنكملو المفاهيم. فالعلاقة ديال هاد البيريز مع السيولة، السيولة اللي قرينا في الفيديو الجاي. شنو مكتوب عندنا هنايا؟ لا تعمل بمفردها، يعني السيولة او البيريز ما حتى حاجة ما تخدم راسها الا ما ربطناهاش مع بعضياتهم. عندنا 3 د الحوايج ولا بد ما نربطو مع بعضياتهم. اتجاه السوق، اتجاه السوق هو البايس. خاصنا نعرفو الاتجاه العام للسوق باش نعرفو
ونأكدو بي دي اريز باش ان هاداك البي دي اريز هداك التراساج اللي تراسينا بان راه البرايس غيتفاعل معاه، غنكونو عارفين الاتجاه الحقيقي ديال السوق فين غادي. تاني حاجة مواقع السيولة، هذا هو الاختصار اللي كان قبيله ايكولون اش، هو هذا ايكول هايز و ايكوال لوز. فتحديد تجمعات السيولة التي يستهدفها السعر، هنا شوف هاد المفهوم بوحدو، ولكن راه كاين ليكويديتي بول اللي قرينا، كاينه من مور ما كتكون سويب ليكويديتي، يعني مفاهيم ديال السيولة اللي قريتي فراه غيفيدوك في البي دي اريز، وغندخلوهم دابا في البي دي ار. مناطق التوقيت الكيلزون، الكيلزون هو الفيديو اللي فيه التايم، وعلاش التايم اهم مفهوم عرفتو. فاختيار التوقيت الامثل للدخول في الصفقة، يعني كاين اللي كيخصك تدخل في لندن او نيويورك، كاين اللي كتدخل في اسيا، كله فين كيدخل. لكن فاش كتدخل كتسر ما كتكونش عارف على راسك، علاش؟ حيت انت داخل في وقت ما خصكش تدخل فيه. وبهاد الطريقة شنو كنتمكن لينا؟ كنتمنى باننا عندنا صفقة منتظمة ومضمونة، داخلين في التايم في الوقت، داخلين في نفس الاتجاه، وداخلين عارفين السيولة المستهدفة. فكيفاش غادي نستعملوا هاد البي دي ار اس عمليا؟ غنقول لكم لغويا دابا مثلا، اذا كان المثال صحيح هو هذا لغويا. وفي المثال الجاي فيديو جديد في هادشي كله اللي شفنا دابا غنديرو في الشرط. اول حاجه هو نحدو الاتجاه، تاني حاجه تحديد نوع البي دي ار اس، واش اوردر بلوك واش في الفاليو كاب، حنا غنعرفو هادشي من بعد. تالت حاجه رسم اوردر بلوك في الفاليو كاب والبريكر، يعني هنا فاش كنحدوه في 4 سوايع او الساعه، وهنا كنرسمو اوردر بلوك كنطراسيوه في الفاليو كاب، كنطراسيو البريكر اللي كان الا كان، وكنخليوهم طراسين حتى يرجع ليهم البرايس. ملي كنقرب ليهم شنو كنديرو؟ كندخلو في الصفقه اللي هي المرحله الرابعه، كندخلو في الصفقه. فاش كندخلو في الصفقه كنكونو هبطنا من 4 سوايع والساعه، هبطنا ل 15 دقيقه و5 دقائق. اخر مرحله وهي تحديد الهدف، هي منطقه السيوله الخارجيه واللي هي external liquidity، سواء كانت في الباي سايد الفوق او السيل سايد تحت، فبجوجهم external liquidity. أهم ما كتخرج به من هذا الجزء الثالث فهو تحديد طريق سريع. شنو هو هادشي اللي درناه، كتعرف تحدو مزيان، كل حاجة عندها مفهوم وعندها مكانة ديالها في هاد السوق. ففي هاد الفيديو هذا شرحت لك مزيان شنو تابعك في الفيديوهات الجايين في هاد الجزء الثالث. فالفيديو اللي جاي غنبداو بالاوردر بلوك، ونعرفو جميع انواع الاوردر بلوكات، وراها غنديرو فير فاليو كاب، ونعرفو جميع انواع الفير فاليو كاب، وراها حنا غادي. فاللي ما مشتركش يشارك، واللي مشترك يحاول يخلي كومونتير سوا فهم او ما فهمش، اللي ما فهمش شي حاجه يسول عليها، واللي فهمها يكتب اللي بغا او ما يكتبش. المهم انا اللي مهم عندي هو اذا استفدتي بشي معلومه فدير جيم او كومونتي بانني نستفدت، ما استفدتيهاش حتى شي حاجه ما كتساهل، فكيبقى القرار لك. علاش؟ حيت هادشي اللي جاي مهم لك انت ولينا كاملين. فاستودعكم الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.